اهلا بيكم يا احلى متابعين. النهارده هنعمل مع بعض وصفه من اجمل واغنى الاكلات في الشتاء. هنعمل النهارده القرع العسلي، وهوريكم طريقه عمل القرع العسلي في البيت خطوه بخطوه، بطعم كريمي ولذيذ وسهل جدا ومغذي في نفس الوقت. لو بتحبي الحلويات الشرقيه او الاكلات البيتي الفيديو ده ليك. تابعي للنهايه علشان تشوفي سر الطعم المظبوط. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف هنعمل صينيه القرع التحفه دي ازاي. جبت قرعايه وغسلتها وقطعتها مكعبات بالشكل ده. كل كيلو قرع متقشر ومتقطع يعني قرع صافي هياخد كوبايه سكر 200 جرام. في بوله كبيره هحط فيها القرع بالتبادل مع السكر لحد ما اخلص كل كميه القرع، وهغطيه بستريتش واحطه في التلاجة لمده 3-4 ساعات ينزل الميه بتاعته ويبقى بالشكل ده. وهحطه في حله واشغل عليه النار لحد ما يستوي، وبعد ما يستوي هصفيه بمصفى واسيبه يبرد خالص على ما اعمل الكريمه بتاعته. حلة على النار احط فيها معلقتين كبار سمنة بلدي، احط عليهم 8 معالق كبار ممسوحين دقيق، وهقلبهم كويس لحد ما لون الدقيق يفتح. اول ما يوصل للمرحلة دي هحط عليه رتل لبن كامل الدسم. ايد بتقلب بالمضرب السلك، والايد التانية بحط اللبن جزء جزء، وهحط كمان عليه رتل من مية السلق بتاعة القرع، وهضربه ضربتين بالهاند بلندر علشان اتأكد ان مفيهوش اي تكتلات. ومش هزود سكر، انا هكتفي بميه القرع عشان ميه القرع فيها كميه سكر كويسه. لو انت حباه مسكر زياده بشويه حطي كمان في المرحله دي نص كوبايه سكر. وبالمضرب السلك وهستمر في التقليب لحد ما قوامه يتقل ويبقى بالشكل ده. وهحط بقى القرع في بوله واحط عليه جوزة هند وزبيب، ملهوش مقادير ثابته. عاوزه تكتري شويه جوزة هند او تكتري شويه زبيب براحتك خالص. انا ما بستخدمش مكسرات ناشفه زي البندق او اللوز، بيبقى طعمها مش حلو في القرع. وهبتدي اقلب القرع مع الزبيب وجوزة الهند بالشكل ده. وده البشاميل اللي سبته برد خالص، وهقلبه واحط عليه 3 بيضات و3 اكياس فانيليا. كل بيضه ليها كيس فانيليا، وبالمضرب السلك وهقلبه كويس جدا. وهحط نص كميه البشاميل على القرع وهقلبه بالشكل ده. وفي صينيه دهنها بمعلقه سمنه بلدي هحط فيها طبقه من البقسماط المطحون، والنوع ده كويس جدا اسمه بيك ريتش. حط طبقه كويسه منه في قاع الصينيه، وبعدين احط عليها كميه القرع واسويها بالشكل ده، وانزل عليها بباقي كميه البشاميل. وهحط على الوش طبقة من البقسماط، وهدخلها الفرن على نار أعلى من الوسط بشوية، وهحطها على الرف اللي في النص لحد ما تحمر من فوق ومن تحت. وده شكلها حاجة كده تحفة. القرع من الحلويات اللي تتاكل في الصيف ساقعة من التلاجة، وفي الشتاء بتتاكل دافية. أنا بحبها أكتر في الشتاء. جربي تعمليها بالطريقة دي، مش هتبطلي تعمليها. طعمه حلو جدا، إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم فيديو النهاردة تعملوا لايك وشير للقناة، ولو مش مشتركين في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير علشان يوصل لكم إشعار بكل وصفاتي الجديدة. وما توفيقي إلا من عند الله. دمتم في أمان الله. سلام عليكم.